عليكم. اهلا بكم كل متابعين ومشاهدين ملك الكرة في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم في اطلالة مع قرعة دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج، القرعة النارية اللي حصلت لسه خلصانة مفيش دقايق. الحقيقة كل الناس تفائلت وقالت، يعني انا حتى لو شفته انا لابس اخضر قلت هيبقى اخضر على صلاح، اللي هو يجي له فريق يعني ضعيف من الفرق اللي هي الغير قوية، يعني بورتو بنفيكا على سبيل المثال، يبعد عن ريال مدريد ويبعد عن بايرن ميونخ. لكن للاسف اللي حصل ان القرعه كانت صعبه جدا 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 على ليفربول، وعلى الحقيقه برضو بعض الفرق. لكن اللي يهمني هنا اللي انا اتكلم عن ليفربول كان عنده فرصه في القرعه اللي هو يقابل اربع انديه، طبعا انديه قويه يعني. لكن لو قلت لكم البافاري بايرن ميونخ، كان لان ليفربول تاني المجموعه، يعني ليفربول على الرغم اللي هو فاز على نابولي 2-0 اخر مباراه في دوري اللي هو المجموعات، وهو نفس الرصيد 15 نقطه نابولي وليفربول، لكن بفارق هدف نابولي هو تصدر المجموعه، وبالتالي بيبقى عنده فرصه. الاول بيلعب فريق يعني اقل منه شويه، لكن انا اعتقد في دوري الابطال ما فيش الكلام ده، يعني الكلام ده مش موجود. لان لما تلاقوا فريق مثلا تاني زي ليفربول على سبيل المثال، فريق باريس سان جيرمان فريق تاني على سبيل المثال، الانتر، ميلان، يعني فتحس ان مفيش زي ما الناس فاكره ان التاني اضعف من الاول. لا بالعكس، طب ما في نابولي وفي ليفربول، وده اول وده تاني. ليفربول تاني، باريس سان جيرمان تاني، اليوفي اصلا طلع بره البطوله. يعني اصلا البطوله او المنافسه صعبه جدا جدا، يمكن السنه دي اصعب، اعتقد ان هي اصعب منافسه هذا الموسم من دوري الابطال. استنينا القرعه واتفرجنا وقلنا ان يا رب اللون الاخضر ده يبقى خير. الحقيقه انا لسه لابسه دلوقتي، ما لبستوش ساعه القرعه، فشفت تقسيمه المجموعات الاول. لكن في حاجه قواعد او في شروط معينه عايز اقوله لحضراتكم. اول حاجه ان ما ينفعش يتقابل فريق او نادي من نفس الدوله، يعني ما ينفعش ليفربول يلعب السيتي، ما ينفعش يلعب توتنهام على سبيل المثال، ما ينفعش يلعب تشيلسي. ده بالنسبه لدور 16. دور دور الثمانيه ينفع بقى اللي هو يتقابل، لان خلاص نفترض الاربع فرق هم اللي وصلوا من انجلترا، فبالتالي ينفع ان هم يقابلوا بعض في دور اللي هو دور الثمانيه، اللي هو دور ربع النهائي بنسميه. لكن دور ال 16 اللي احنا في صدده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ما ينفعش يتقابلوا فرقتين من نفس البلد زي ما قلت لحضراتكم. طيب القرعه بقى كانت اسفرت عن ايه؟ بيحط الاول اللي هو التواني، بيرسوم في بتاع كده بنسميها، بيحطوا فيها كور طبعا. والاناء دون اللي هو الزجاجي بيبقى مكشوف، وفي كور صغيره بلاستيك بيبقى فيها اسم المنتخب زي ما حضراتكم عارفين، وممكن هتبقى تشوفوها على الصور، بعض الصور دي موجوده. بيقسموا الفرق، الاوائل بيجيبوا الاول وبيجيبوا الثاني، وبيقسموا حسب التصنيف، بيعملوا عمليه اللي هي بيبعدوا. يعني ما ينفعش مثلا على سبيل المثال زي ما قلت لحضراتكم، ما ينفعش بايرن ميونخ يلعب انترخت فرانكفورت على سبيل المثال، لا ما ينفعش توتنهام يلعب ليفربول، ما ينفعش السيتي يلعب تشيلسي، عشان بس الموضوع الفكره تبقى واضحه. القرعه اتعملت، عايز اقول لكم بس القرعه بسرعه، ان المجموعه الاولى لايبزيج الالماني هيلاعب مانشستر سيتي الانجليزي. دي اول مباراه، والمباراه الاولى هتكون في ملعب لايبزيج المانيا، والعوده في مانشستر سيتي ملعب الاتحاد. المباراه الثانيه كلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا البرتغالي. المباراه الاولى هتبقى في بلجيكا، في بلجيكا، والماتش العوده هيكون في ملعب بنفيكا في البرتغال. المباراه الثالثه بقى الصعبه جدا هي ليفربول مع ريال مدريد. المباراه الاولى هتكون في ليفربول، دي الميزه اللي هي بتاعت اول مجموعه بقى، لكن ليفربول تاني مجموعه للاسف، فهيلعب على ارض اول مباراه. ومباراه العوده هتبقى في اسبانيا، مباراه العوده. اي سي ميلان هيلاعب توتنهام. المباراه الاولى هتبقى في ايطاليا، المباراه الثانيه هتبقى في توتنهام. زي ما حضراتكم عارفين الثاني ما بياخدش ميزه، الاول بياخد ميزه اللي هو بيلعب مباراه العوده على ملعبه، الذهاب بيلعبها خارج ملعبه، وبعدين بيلعب المباراه العوده على ملعبه.
ميلان هيلاعب توتنهام زي ما قلت لحضراتكم. انتراخت فرانكفورت الالماني هيلاعب مع نابولي الايطالي. المباراه الاولى في المانيا، ثم العوده في ملعب مارادونا او استاد مارادونا في مدينه نابولي. المباراه الاخرى بروسيا دورتموند هيلاعب تشيلسي. بروسيا دورتموند هيلاعب تشيلسي، ودي يعني مش عايز اقول مواجهه هتبقى صعبه جدا، لكن انا اقول لكم انا متوقع ايه بعد كده. الانتر هيلاعب بورتو برضو زي ما قلت لحضراتكم. المباراه الاولى هتبقى في ايطاليا في ملعب الانتر، والعوده هتكون في بورتو في مدينه بورتو في البرتغال. المباراه الاخيره هي باريس سان جيرمان تاني المجموعه هيلاعب مين؟ هيلاعب باير ميونخ. المباراه الاولى في باريس سان جيرمان على ملعب حديقه الامراء في باريس العاصمه، ثم العوده في الملعب البافاري ارينا في مدينه ميونخ في ملعب باير ميونخ. انا اتوقع ايه؟ انا اتوقع يعني في حاجه اتمنى. انا اول حاجه هتمنى لليفربول يكسب ريال مدريد طبعا، يعني اتمنى اللي ده يحصل، يعني اتمنى اللي ده يحصل، دي امنيه ليا انا شخصيه عشان محمد صلاح. طبعا اتمنى ليفربول يكسب ريال مدريد في دور ال 16، اتمنى كده. لكن الواقع المباراه صعبه جدا في ضوء اللي احنا بنشوفه دون. اذا كان مستوى دوري الابطال مختلف بالنسبه لليفربول عن البريمير ليج عن الدوري الانجليزي، الاداء مختلف، اعتقد او هيدعموا بثلاث اربع عناصر وهيظبطوا الفرقه، يعني يا رب يكون ليفربول يكسب. طيب لكن لغايه دلوقتي ريال مدريد اقوى وهو المرشح بصراحه على ارض الواقع. طيب لايبزيج الالماني والسيتي وانا مغمض اقول السيتي هيكسب هذه المباراه. كلوب بروج البلجيكي مع بنفيكا، انا برشح طبعا بنفيكا هيفوز بهذه المباراه. ميلان وتوتنهام، انا برشح توتنهام يفوز بهذه المباراه. فرانكفورت ونابولي، انتراخت فرانكفورت الالماني مع نابولي، طبعا انا برشح نابولي يفوز بهذه المباراه. بروسيا دورتموند وتشيلسي، انا برشح بروسيا دورتموند يكسب هذه المباراه. انتر وبورتو، انا بقول طبعا او برشح ان بورتو هو اللي هيفوز بهذه المباراه. باريس سان جيرمان وبايرن، يعني باريس سان جيرمان وبايرن ما اقدرش اقول مين احسن من مين، يعني المباراه صعبه جدا. المباراه صعبه جدا 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 جدا، ومش عايز اقول نتائجهم السابقه وايه اللي حصل، و بايرن كسب باريس سان جيرمان، اليوفنتوس مش عارف ايه، مش عايز اقول كده، لكن يعني المباراه دي شائكه. لكن انا اتوقع مين اللي يفوز بهذه المباراه. انا اتوقع اللي ينتفض باريس سان جيرمان ويفوز بالبطوله دي، ده اتوقعه. طيب يبقى ده المباراه اللي انا او دي توقعاتي، لكن في فرق بين التوقعات والامنيات. قرعه ليفربول او ليفربول مع ريال مدريد مباراه صعبه، سلاح ذو حدين، قرعه ناريه جدا جدا جدا. اتمنى ان ليفربول ان شاء الله يحقق يعني هقول مفاجاه ويفوز تبقى مباراه سعريه ويفوز على ريال مدريد ان شاء الله. قرعه ناريه وصعبه جدا 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 دوري الابطال، لكن هنستمتع ببطوله جميله، ويا رب محمد صلاح ربنا يوفقه مع فرقته ليفربول ويفوز في مواجهتين ريال مدريد ذهاب وعوده. اشوفكم، دي كانت حاجه مهمه جدا اقول لكم النهارده القرعه، واشوفكم ان شاء الله في اطلاله جديده مع ملك الكون. سلام.